اليوم سوف نقدم لكم ندوة تحت عنوان الدستور المصري راعي الحقوق الإنسان. طبعا أسرة التربية الاجتماعية مفعلة المبادرات، وهنتكلم عن النهارده عن مبادرة جميلة جدا وهي مبادرة حقوق الطفل. طبعا اخترنا عنوان هذه الندوة وهو عنوان الدستور المصري راعي الحقوق الإنسان. دي عنوان كلمتنا اليوم، وتتشرف أسرة التربية الاجتماعية وأسرة المدرسة جميعا مدرسة ميت الرخا بإلقاء هذه الكلمة وهي الدستور المصري راعي الحقوق الإنسانية. طبعا مصر من أقدم الدول التي وضعت دستور في حماية حقوق المصريين. أولا سوف نتجول في تاريخنا، سوف تجد الزعيم سعد زغلول وأحمد عرابي وكوكبة من رجال الحقوق والإنسان وضعوا دستور عام 1923 راعيا الحقوق الإنسان. طبعا الحقوق الإنسان يتضمن منها حقوق الطفل. سوف نتحدث عن تاريخ مصر القانوني، ونعتبر من أولى الدول التي وضعت دستور عام 1923 الذي شارك فيه الزعيم سعد زغلول الذي وضع قوانين لحماية حقوق الإنسان. طبعا حقوق الإنسان الحق في التعليم، الحق في الاسم المناسب، الحق في ممارسة العباد، حرية الرأي والتعبير عن واحترام الرأي الآخر. أولا سوف نتحدث اليوم عن الدستور المصري عام 1923 الذي وضعه الزعيم سعد زغلول الذي وضع بنوده مراعيا حقوق الإنسان. يبقى حقوق الإنسان الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في اختيار الاسم المناسب، الحق في ممارسة العبادات المختلفة، الحق في حرية الرأي والتعبير. دي حقوق الإنسان يا أعزائي الطلبة والطالبات، ويعتبر مصر من أقدم الدول التي رعت حقوق الإنسان ومن منذ عام 1923 إلى غاية دستور عام 2014 الذين وضعته القيادة السياسية بمشاركة شعبية لحماية حقوق الإنسان. كده عرفنا من تاريخ مصر ان اول دول مصر راعية وضعت الدستور عام 1923 ووضعت بنوده في رعاية حقوق الانسان. طبعا في المرحلة اللي احنا بندرس فيها في مدرستنا هي مرحلة الطفولة او مرحلة الطفولة ديت الدستور المصري راعي حق الطفولة وقد قام بعمل وثيقة لحماية ورعاية الطفل. طبعا في مادتين في الدستور المصري اعزائي الطلبه والطالبات خاصين بالاطفال، الماده رقم 80 والماده رقم 81. الماده 80 خاصه برعايه الطفل، ومن اهم بنودها اول حاجه الحق في اختيار الاسم. والدك او والدتك اختاروا اسم مناسب لك، دي الحق في اختيار الاسم. ثاني حاجه الحق في المسكن، اختيار مسكن مناسب. الحق في المسكن المناسب والاسم في الصحة، وقامت الدولة بعمل مبادرات لعلاج الأطفال في مرحلة الصحة. يبقى أول حاجة وضعتها الدولة الحق في الاسم، الحق في اختيار مسكن مناسب، الحق في العلاج، تمام، الحق في التعليم، لابد أن تكون المرحلة في التعليم. وقامت دولتنا الحبيبة في عمل وثيقة لرعاية الطفل. يبقى أول حاجة يا أولاد المادة 80 خاصة برعاية الطفل، وهي مادة تراعي أول حاجة الحق في الصحة، في التعليم، في الاسم المناسب، في السكن وغيرها من الرعاية الصحية، وعدم عمالة الأطفال، ودي مهمة جدا. وجرم القانون المصري والدستور المصري عمالة الأطفال بعدم عمالة الأطفال في سن معين. يبقى إذا يا أعزائي الطلبة والطالبات هنركز في حقوق الطفل. أنا قلت لكم في مادتين، المادة 80 الحق في المسكن، الاسم المناسب، الرعاية الصحية، ممارسة الرياضة، في حرية التعبير والتعلم. في المادة 81 خصصت لذوي الهمم، الأطفال
اللي هم اضعاف المستوى او ذوي الهمم اللي بنسموهم المعوقين. لا، اللفظ ده بنلغيه، وهو لفظ اسمه ذوي الهمم، الاطفال ذوي الهمم، وخصصت لهم الدولة مادة خاصة بهم. اول حاجة الرعاية برضك الصحية، عدم التنمر عليهم. يبقى الدستور المصري راعي الحقوق الانسانية وانبسط بهم حقوق الاطفال، وقامت دولتنا بعمل وثيقة لرعاية الاطفال. تاني كده عشان ايه نخلص ندوتنا. اول حاجة يبقى كلمتنا اسمها الدستور المصري راعي حقوق الانسان ومنها حقوق الطفل، وقامت دولتنا بوضع دستور عام 2014 مركزة على رعاية الطفل في مادتين. المادة 80 خاصة بحضراتكم اللي هي الحق في المسكن، في العلاج، في الصحة، في اختيار الاسم المناسب، وحرية التعبير والتعليم. تمام؟ الحق في مادة 81 خاصة بذوي الهمم، عدم التنمر عليهم، مساعدتهم في المشي، مساعدتهم في كل حاجة، وعدم التنمر عليهم. والمادة 81 في دستورنا المصري. وعرفنا ان مصر من اقدم الدول التي اقامت الدستور المصري محافظة على الدستور المصري. يبقى كده نختتم كلماتنا بان الدستور المصري راعي حقوق الانسان ومنها حقوق الطفل، ويجب ان نحترم كل الاراء واراء الاخر. شكرا لحضراتكم.